السلام عليكم ورحمة الله. نعرض لكم اليوم 10 استخدامات لا تعرفها للأسبرين. تقليل مظهر الحبوب. للتخلص من الحبوب سريعا، قم بطحن 2 أو 3 من الأسبرين واخلطهم بعصير الليمون. امزجهم حتى تتكون لديك عجينة. ضعها على الحبوب لمدة 15 دقيقة ثم اغسلها، وستجد أن أثرها قد اختفى. إصلاح الشعر التالف. أذب 10 حبات أسبرين في كوب ماء دافئ. ضع الخليط على الشعر واتركه 15 دقيقة. عندما تنتهي ستجد شعرك لامعا وحريريا. إزالة بقع التعرق عن الملابس. بقع التعرق من أصعب البقع في إزالتها. للتخلص منها، امزج بضع أقراص من الأسبرين، وبعد غسلك وتجفيفك للملابس ستجد أن البقع اختفت. إطالة عمر الزهور الطبيعية. الزهور الطبيعية لا تدوم أكثر من أسبوع، ولجعلها تدوم أكثر ضع أقراص أسبرين في الماء، وتصلح هذه الفكرة لجميع أنواع الزهور. التخفيف من ألم عضة الحشرات. رطب أسبرين في ملعقة صغيرة من الماء ثم ضعها على مكان العضة، وستجد أن الألم قد خف كثيرا. امزج حبتي أسبرين مع الشامبو الخاص بك المعتاد عليه، وعندما تغسل شعرك سيساعد الأسبرين في التخلص من القشرة. التخلص من آثار الصابون. قم بهرس حبوب أسبرين وامزجها مع المنظف وضعه على آثار الصابون لربع ساعة، وعندما تشفطه ستجد الآثار أزيلت بكل سهولة. التخلص من الجلد الميت في القدم. امزج 7 حبات من الأسبرين مع ملعقة صغيرة من الليمون حتى يصبح لديك عجينة سميكة. ضعها على قدمك ثم غطيها بفوطة دافئة. عمل قناع للوجه. امزج 7 حبات من الأسبرين مع 3 ملاعق من الزبادي، ثم أضف ملعقة عسل واترك الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة. ولعمل تقشير للوجه، امزج 5 حبات من الأسبرين بماء دافئ وضعهم على الوجه وادعكه جيدا، مما سيساعد على تقشير الوجه بأمان والتخلص من الجلد الميت والثقوب. إعادة إحياء بطارية السيارة. إذا وجدت بطارية سيارتك تعطلت، قم بإضافة حبتي أسبرين فيها، وستجد أن حمض الأسيتاسيليك في الأسبرين سيتحد مع حمض الكبريتيك في البطارية، منتجا شحنة إضافية تساعدك للوصول لأقرب محل تصليح سيارات. للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع.